العلم والحكمة هي منحة إلهية ربنا بيمنحها للبشر علشان ينقلوها لناس تانية، وعلشان كده احنا لازم ناخد بالنا كويس جدا من الأسئلة اللي بنسألها. أسئلة زي هما الفراعنة راحوا فين؟ أو إيه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتتكلم هيروغليفي؟ أسئلة زي دي خلت شعوب تانية وثقافات تانية تحاول إنها تحط إجابات لأسئلة إحنا اللي بنسألها. الإنسان الواعي ما بيعملش كده. الإنسان الواعي هو اللي بيسأل أسئلة وعارف يجيب الإجابات بتاعتها من أنهي مصدر. وعلشان كده النهاردة إحنا هنجاوب على أسئلتكم مع دكتور طارق فرج، الباحث في علوم المصريات. أهلا بيك. في عصر السوشيال ميديا دلوقتي لو في أي موضوع عن الهوية المصرية بتلاقي سيل من الفيديوهات. إزاي أنا كمواطن أقدر أعمل فلتر للي أنا بشوفه؟ وإيه هي المصادر الموثوق منها؟ السوشيال ميديا ليست هي المصدر الأساسي للمعرفة. السوشيال ميديا مجرد إنك انت استكمال معلومة أو معلومة سريعة، لكن هي ليست موثقة بالدرجة القصوى. وعلى القارئ العادي أو المواطن العادي علشان يتأكد من إن المعلومة دي صحيحة تاريخيا أو أثريا أو أيا كان، علي أن يرجع إلى المتخصصين في مراجعه، يقرأ القراءة ثم القراءة ثم القراءة. هذه هي المعرفة الأساسية. المصادر الموثقة هي عمل الباحثين والأكاديميين، إنه يغربل المصادر القديمة أو أي مصادر ويغربلها وبيقدمها على طبق من فضة للمواطن في كتابه. ولذلك هو لازم يرجع إلى كتاب متخصص ويقرأ فيه ويعلم المعلومة الصحيحة. أما السوشيال ميديا فهي خليط الغث بالسمين. في علم اسمه علم مقارنة الأديان. في قاعدة أساسية جدا إن إحنا علشان نقدر نعرف مصداقية المصدر هو قاعدة الوقت، إن إحنا بندور على أقرب مصدر كان عايش ناحية الحضارة المصرية القديمة. ومن الأسماء المعروفة هو اسم مانيتون السمنودي. مين هو مانيتون السمنودي؟ وإيه هي مصداقية المصادر اللي بتجيلنا عن طريقه؟ مانيتون السمنودي ده مصدر تاريخي مهم بعد الآثار المصرية القديمة. أولا مانيتون الصيغة اليونانية لاسمه المصري القديم، هو المفروض أن اسمه مانيتو، والنون دي زائدة في اللغة العربية. ومانيتو أصلها المصري القديم هو منيو حتر، ومعناه سائس الخيل. واللي وصل للإتيمولوجي ده أو الأصل القديم لاسمه هو ياروسلاف تشيرني، العالم التشيكي المشهور. مانيتون كان كاهن مصري قديم، عاش حوالي 289 قبل الميلاد في عهد الملوك اليونانيين، وبخاصة عصر بطليموس الثاني فيلادلفوس. مانيتون كان راجل كاهن مثقف ثقافة عالية رفيعة، أولا متبحر في اللغة المصرية القديمة وفي علوم المصريين باعتباره في بلده وهو مصري كاهن. وكان مقيما في معبد عين شمس مدينة أون. ومدينة أون لمن لا يعرف هي المطرية الحالية، كان فيها أعرق الجامعات المصرية أو الأكاديميات العلمية المصرية، وتخرج منها كهان، حتى أن الفلاسفة اليونان والرومان عندما جاءوا إلى مصر كانوا دائما يتوجهون إلى مدينة أون، لأنها كانت معقل العلم والثقافة والتنوير في العصور القديمة. فهو نشأ في هذا المكان، فكان مثقفا وحصيفا إلى درجة كبيرة. ولذلك اختاره الملك بطليموس الثاني إنه هو وكلفه بتأليف كتاب عن تاريخ مصر القديم. احنا عرفنا إنه هو عمل كتاب ضخم، وعرفنا كمان من أحد الذين نقلوا عنه إنه كان 3 أجزاء، ودي حاجة كان غريبة. الكتاب ده هو سماه إيجيبتياكا. للأسف الشديد فقد في العصور القديمة، لكن قبل أن يفقد نقل عنه بعض الكتاب اليونانيين والرومانيين بعض فقرات ومقتطفات منهم مثلا أفريكانوس، يوزيبيوس، ومن قبلهم جوسيفوس الرجل اللي هو المؤرخ اليهودي. مانيتون مصدره أساسي ومهم جدا، وعرفنا وتأكدنا تماما من أنه رجع إلى المصادر القديمة في المعابد وفي المعاقل العلمية. عرفنا منين؟ أولا هتبص تلاقي أنه هو جايب نظام الأسرات الملكية
وحكم كل ملك وسنين حكمه وأيامه وشهوره أهم الأحداث اللي تمت في عهده. احنا لما نرجع لبردية تورين، ودي أحد مصادر الآثار بالنسبة لنا، زي مثلا قائمة سقارة وأبيدوس إلى غيره، ودي مصادر أساسية. بردية تورين هنبص نلاقي نفس النظام ده موجود عندها، فاحنا تأكدنا ان هو رجع للمصادر القديمة دي. وهو الراجل كان له مدخل وكان عارف يقدر يخش المعابد، لان كان كل معبد من المعابد كان فيه مكتبة ملحقة بيه، وكان فيها كتب من شتى انواع العلوم والمعرفة في الفلك والدين والتاريخ وكل حاجة. والكتب برضو عشان المشاهد يعرف ليست كتابا ذو دفتين يعني، انما هي عبارة عن اضمامة برد او لفافة بردي ملفوفة أطولها من 10 متر ل 30 ل 70 متر حسب حجم الكتاب، ويضم كده ويلف ويربط. هذا هو الكتاب. فكان هناك آلاف الكتب في مكتبات المعابد. وأيضا كان في أماكن أخرى زي دور الحياة اللي بيسموها بيت الحياة، عن تقدر تقولي أكاديميات علمية كانت في الحواضر والمدن وكانت موجودة، ودي كانت مهتمة بتخريج العلماء والكتاب المثقفين ذو العلم. فهو رجع لكل هؤلاء عشان يألف الكتاب بتاعه. عمل لنا كتاب الإجبتياكا، وعمل كتاب تاني يمكن في كتير ما يعرفش إن عمل كتاب تاني عن العقائد والدين، وللأسف الاثنين فقدوا في العصور القديمة. لكن قبل الفقد نقل عنه جوسيفوس، ونقل عنه عن قصد، لأنه كان عايز يدافع عن اليهود، لأن كان في أبيون ده كان طعن في اليهود، فهو رجع لمانيتون عشان يعرف تاريخ اليهود. عمل كتاب جوسيفوس ده الكاهن المؤرخ اليهودي، سماه كونترا أبيونم، ضد أبيون، وأخذ مقتطفات من مانيتون حسب ما هو بيقول، وأرجع أن الهكسوس الذين غزوا مصر هم اليهود. كان له قصد وله هدف لا نعرف تماما. الإشكالية في كتاب مانيتون الحقيقة وكتابه إن احنا مش عارفين بالظبط هل المقتطفات اللي نقل عنها جوسيفوس وأفريكانوس ويوزيبيوس هل هي كانت هي دي بس اللي كانت في الكتاب، ولا كانت جزء من كتاب، لأن الأصل مفقود. وحاجة تانية إن هل كانت القوائم الملكية دي بس هي اللي كانت موجودة، ولا كان هو الراجل ألف كتاب عبارة عن ناراتيف، حكايات متطاولة عن كل ملك ويحكي. يعني مثلا لما يجي هو في سلسلة الملوك نبص نلاقيه جايبين مينيس اللي هو ميني أول ملوك الأسرة الأولى، تبص تلاقيه جايب أهم الأحداث في عهده، افترسه فرس النهر. احنا لا نعرف تماما، فهو حدث مهم هو وجد أنه من المهم أنه يسجله، لأنه حاجة مش طبيعية أن الملك تكون نهايته بهذه الصورة، فسجله. فأكيد هو كان وجده في أحد الأضابير القديمة في مكتبات المعابد. فمانيتون السمنودي هو من بلدة سمنود، طبعا احنا عارفين سمنود دي أحد المدن بتاعت الغربية، محافظة الغربية. فهو رجل مصدر تاريخي مهم بالنسبة لنا، وإحنا بنعتمد عليه اعتماد كلي بعد الآثار، مصدر الآثار المصرية. احنا بنلاقي في المكتبات كتاب لمانيتون السمنودي اسمه الجبتانة أو الجبتانة، وهو كتاب بيتكلم عن أسفار التكوين وعن أسطورة خلق الكون. واستوقفني فيه جملة مكتوبة هنا وهو مترجم باللغة العربية، إن بعد لما حصل تكوين الكون لما تأمل رع كل ذلك وجده حسنا. وبالرجوع برضو للكتاب المقدس، ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لما بنيجي نقرأ الكتابين دول مع بعض أنا حاسة إن الترجمات شبه بعض، فهل مثلا إن الثقافة المعينة أو اللغة المعينة بتأثر على الترجمات اللي إحنا بنشوفها؟ كتاب زي كتاب الجبتانة مصدره جه منين؟ مانيتون السمنودي لم يعرف عنه إلا أنه ألف كتابين، هو كتاب إجبتياكا وكتاب آخر في عقائد الكون وديانة المصرية. لم يؤثر عنه أنه ألف كتاب ثالث اسمه الجبتانة. الجبتانة الحقيقة لما اطلعت عليه وقريته وجدت أنه هو حتى بقول المحقق فيه
أنها موروث شفوي جاء على لسنة الرهبان. هو جمع هذا الموروث الشفوي من على لسان أحد الرهبان، وتأكد أن هذا الموروث موجود عند بعض الرهبان الآخرين. فالموروث الشفوي ده فيه حاجات كتيرة، آيات وفقرات كتيرة شبيهة بما ورد في العهد القديم، لكن هي ليست تؤثر عن المصريين القدماء. فأنا الحقيقة أنا بعتبره نوع من الموروث الشفوي، وأنا لا أعلم ما العلاقة هذا الموروث الشفوي بمانيتون السمنوتي، فالعلاقة منبتة، ولا أعرف لماذا نسب إليه، لأن حتى الكتابين اللي هم يعني نعرفهم عن مانيتون مفقودين، ومقتطفات فقط قليلة اللي احنا وصلت لنا فقط. فأنا الحقيقة بطعن في نسبة هذا الكتاب إلى مانيتون السمنوتي.